السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم هاد لي كاب كيك بالنسبة للاطفال كيعجبهم بزاف. غادي ندير معكم جوج ديال الانواع، النوع ديال الشوكولا والنوع اللي غادي نعمروه لداخل بالمربى ديال الفراولة. صراحة كيجي زوين هكا بالنسبة للاطفال اللي كيدوهم الكوتي. انا درته معكم خصيصا بما انه الدخول المدرسي، فكل ام كتحير هكا شنو كدير الكوتي للاطفال ديالها، فقلت علاش لا نبارطاجي معكم هاد لي كاب كيك اللي كيجيو واعرين. اول حاجه غادي نبداو على بركه الله، غادي نقولوا بسم الله وغادي نديروا جوج ديال البيضات هكا في الغرف ديال مولينكس او لا الكاس ديال مولينكس. الا بغيتوا تستعملوا الباتور ولا الباتور ديال اليدين يعني مانيوال تقدروا ديروا. المهم انا درت هذا صافي، ودرت هنايا واحد الدانونه ديال الفاني، نفس العبار هذيك ديال دانونه ديال الفاني، درت بها عبار ديال الزيت. بالنسبه لهاد الدانونه فيها 60 غرام، درت نفس العبار ديال الدانونه درتو سكر، و درت عاوتاني نفس العبار درتو حليب. صافي كما شفتوا معايا هنايا عندي واحد سكر فاني الوزن ديال 7 غرام، عندي واحد القبيصه ديال الملحه صافي، وهنايا غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخل. الخل كيعطي المعجنات ولا لهادو لي كيك لي كاب كيك اي حاجه كيعطيهم واحد الخفه، كيجيو خفاف وكيجيو زوينين بزاف، كيجيو مهويين. صافي غادي نمشي ناخذهم وغادي نطحن ونتلاقاو. هنايا من بعد ما طحنت السوائل اللي كانوا عندي صافي صبيتهم هكا في واحد البول. وصافي بديت هكا كنضيف بالتدريج كنضيف الدقيق. الدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديال السوائل اللي درتو وعلى حسب الدقيق واش كيشرب او لا. صافي كنبقى نضيف هكا الدقيق بالتدريج. صراحه غير سمحوا لي ما عبرتش معكم، انا صراحه الدقيق فغربلته غير المره الاولى، يعني ما غربلتوش المره الزوجه فاش كنت نوجد المقادير. ولكن من الاحسن انا دائما كنقول لكم انه التغربيله الزوجه ديال الدقيق ف كتخلي يجي لنا لي كاب كيك اولا الكيك يجي زوين بزاف وكيجي طالع بزاف. يعني كنفضل انه تغربلوها جوج مرات. صافي كما شفتوا معايا غادي نزيد جوج ديال الخمارات حمر بالوزن ديال 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام. كما يمكن لكم تضيفوا ديال 7 غرام المجموع هو 14 غرام. صافي وغادي نقسم دابا من بعد ما شفت بلا العجينه شويه تجمعات ليا. صافي هنا غادي نقسمها على زوج، غادي ندير شويه في واحد البول اخر اللي غادي نزيد له الشوكولا الشوكولاط المر، او لا تقدروا الا كان يعجبكم الشوكولا ولي تقدروا تضيفوا شوكولا ولي. صافي هنايا ضفت على حساب معلقه كبيره ديال الشوكولاط الاسود المر. صافي وغادي نحرك مزيان وصافي غادي نخليه على جنب. وغادي ناخذ هذا القالب ديال الكب كيك درت فيهم هنا كما شفتوا معايا. غادي ندير هكا معلقه ديال الكب كيك، معلقه ديال الكيك ديالنا غادي نديرو هكا. وغادي نجيب مربى ديال انا ما كانش عندي مربى ديال الفريز صراحه، كان عندي غير معلقه صغيره باقيه لي، فخديت المربى ديال المشمش اللي زدت ليه شويه ديال الفرomboise هكا النكهه ديال لاغوم ولا لوغو ديال الفرomboise. وخلطو مزيان وصافي وزدت هكا على حسب المعلقه. من الاحسن يكون المربى شويه سائل، ما يكونش هذاك اللي يكون يعني عاقد، ولكن تقدروا تضيفوا حتى العاقد يعني الا ما كانش عندكم السائل باش كيجيو كيما ديال برا تماما. صافي كما شفتوا معايا غادي نضيف معلقه بداك المربى كما شفتوا معايا. وصافي وغادي نزيد الكيك ديالنا غادي نزيد هكا فوق من المربى باش يتغطى ليا. صافي في هذا الاثناء بالنسبه لحاجه واحد الحاجه نسيت نقولها لكم، الا بغيتوا لي كاب كيك يجيوكم هكا مقبقبين، يعني كيجيو هكا طالعين من الفوق هكا، فضروري ما تسخنوا الفران، سخنوه مزيان على 180 درجه، خليوه يسخن لكم اولا 200 درجه قبل ما توضعوا لي كاب كيك ديالكم. نفس الشيء بالنسبه لي كاب كيك ديالي، انا ما كثرتش الدقيق بزاف فخليتهم شويه هكا جارين بحال الكيكه.
بغيت باش يجوني قطنيين. الا كنتو باغيين داك لي كوكيز ديال الشوكولا اولا لي بيبيت دو شوكولا يجوكم باينين من الفوق، فزيدوا شويه دقيق في الاخر حتى يبقى تكتب لكم بالخليط تكتب رقم 8. صافي هنايا بالنسبه لي انا دائما فلي بيبيت دو شوكولا ولا لي كوكيز كنديرهم في المجمد باش هكا نبغي نستعملهم تلقاهم واجدين وما يذوبوش ليا في الفران. صافي زدتهم هكا من الفوق ودخلتهم للفران لتحت ابخي. صافي هادو هما لي كاب كيك انا دهنتهم غير بشويه بالناباج وقدمتهم. تقدروا تزينوهم باللوز افيلي او اي حاجه بغيتو تزينوهم، انا خليتهم غير بحال هكا. صافي نتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو وتجربوهم وتخليو لي تعليق وجيم وبارطاج.